السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ وحشتوني جدا جدا. النهاردة بإذن الله هنعمل مع بعض رز الصيادية أو رز السمك على أصوله، زي ما بيعملوه في البلاد الساحلية أو في المحافظات الساحلية. بيتعمل يعني بيبقى مشهور قوي في اسكندرية، في بورسعيد، وفي كل المناطق الساحلية دي. بيعملوا رز الصيادية ده جنب أي نوع سمك عندهم. يعني هيعملوا مثلا سمك مشوي، رز الصيادية ده جنبه أساسي. هيعملوا سمك مقلي، أساسي رز الصيادية ده جنبه. يعملوا سمك سنجاري. وفي حاجة كمان جميلة قوي قوي بيعملوها عندهم، وبصراحة نفسي جدا إن أنا أدوقها. اللي هو الرز، السمك قصدي البلطي كده بيعملوه بيكون زي مسلوق كده شوية. طبعا انتوا ممكن تشوفوا الفكرة انها غريبة، بس لما سمعت عنه عرفت ان هو طعمه حلو، والناس كلها بتأكد ان هو حلو جدا. فسبحان الله، يعني هو في وصفات كده واكلات غريبة احنا ما سمعناش عنها قبل كده، بس الناس دي بتعملها وبتبقى حلوة، وبيبقوا هم يعني مشهورين بيها كده، اللي هو بتبقى بتاعتهم محدش يعرف يقلدهم. ولو حد حاول حتى يعمل الأكلات دي زيهم، عمرها ما بتطلع بالطعامة بتاعتهم، لأن هم الأصل بصراحة. فالرز بقى اللي احنا هنعمله النهاردة ده هنعمله بالطريقة الأصلية بتاعة المدن الساحلية، بتاعة اسكندرانية، الاسكندرانية، البورسعيدية، الناس اللي قاعدين في الإسماعيلية، كل المدن اللي فيها بحر دي. هنعمل بالطريقة بتاعتهم، ومش هنحتاج مكونات خالص خالص. هو يا دوب بس كده كوبايتين رز، يعني الكمية اللي عندي أنا هعمل كوبايتين رز. عايزة تزودي عن كده يبقى هتزودي شوية كمية البصل. أنا هعمل كوبايتين رز، عليهم بصلاية واحدة، وعليهم التوابل بتاعتهم وبس. لو تلاحظوا أصلا هو رز وبصل فقط لا غير، مش بتحط أي حاجة تانية، والتوابل بقى ما ولا بيتحط توم ولا أي افتكاسة تانية خالص. هو رز وبصل بس، وبيطلع طعمه حلو جدا جدا جدا. هقول لكم على كل التكات اللي ممكن تخليه ناجح، وازاي يطلع معاكي مظبوط من اول مره. انا فضلت اجرب كتير لحد ما طلع معايا مظبوط كده، وعرفت ان السر كله في خطوه واحده فقط لا غير، وهي ان البصلايه تكون محروقه. تخيلوا، ايوه البصلايه تكون محروقه، هي دي اللي هتديني اللون والطعم ونجاح. سر نجاح الرز هو في البصلايه بس اللي انتوا هتحرقوها دي. عايزه اقول لكم في الاخر بيطلع طعمه روعه. ولو انت بتجيبيه من مطعم، يعني بتشتري مثلا طلب صغنن خالص كده، اللي هو طبق يعني صغير جدا ما يكملش كده ربع كيلو من الرز ده، بتلاقيه غالي قوي. هو بيتطلب دايما مع وجبات السمك، فهو سهل ان احنا نعمله في البيت، مش محتاج اي افتكاسة خالص، ومكوناته بسيطة وسهلة، وطريقته كمان سهلة. يعني يدوب كده انت بس تكوني مجهزة الحاجة جنبك، والبصلاية بتاعتك لو حابة تفرميها في الكبة ماشي، لو حابة تقطعيها كده صغير برضو ماشي. بس أنا بالنسبة لي بحب أقطعها صغنن كده، علشان بحب أبقى شايفة البصل جوه الرز. يعني هو طريقته الأساسية أصلا كده، طريقته الأساسية إن هو البصل بيتقطع كده قطع صغيرة، و إن هي تبقى باينة كده جنب الرز. كل كده رزاية متغلفة بقطعة بصل صغنونة كده، معرفش بحسه بيبقى مسكر، بيدي طعم حلو قوي كده للرز. هو مميز اصلا بكده، وفي ناس بتسميه رز ببصل، بس هو يا جماعة اسمه رز الصيادية او رز السمك، ملوش اسم تاني. تمام. وسبحان الله البصلاية دي كده بتطلعه طعمه حلو قوي، ومسكر كده وطعمه جميل. فانا حاليا غسلت الرز وشيلته كده على جنب، مش نقعته خالص، لا بالعكس، انا غسلته بس كده وصفيته من المية اللي عليه، لان لو نقعته الحباية يعني هتبوش، هتبقى طرية قوي، وممكن كمان يعجن معايا. فهنغسله بس،
وهنسيبه كده على جنب لحد ما يتصفى تماما، ينزل كل المية اللي فيه. في الأثناء دي أنا بقشر البصلة وبنضفها كده من فوقها ومن تحتها، تمام. بشيل بقى كل الحاجات اللي احنا مش عايزينها، الأجزاء اللي مش حابينها في البصلاية دي، وبقطعها قطع صغنونة خالص خالص خالص، يعني على قد ما اقدر كده بالسكينة. في الكبة وممكن افرمها فيها، بس انا حابة ان انا اقطعها قطع صغنونة كده بتبقى احسن. و زي ما قلت لكم انا بحب شكل البصل وهو موجود في قلب الرز كده. بصوا اهو البصلايه انا قطعتها صغنن زي ما انتوا شايفين اهو، وهعلي عليها النار علشان انا عايزاها تاخد لون البصله المحروقه. انا عايزاها تتحرق. تخيلوا انت دلوقتي بتحرقيها، انت قاصده انك تحرقيها. فانا عليت النار. ده كده في نص المرحله بتاعتنا، مش هو ده اللون اللي احنا عايزينه لسه. اصبروا، اوعوا تضيفوا الميه في الوقت ده، اصبروا شويه، لسه هتتحمر اكتر ولسه هتتحرق اكتر، وكل ما بتتحرق كل ما بتدي طعم احلى. بصوا انا سايباها لحد ما تبقى لونها اغمق درجة في البني، مش اسود، لا بني. انا عايزاها بني، بس بني غامق اهو. هي دي الدرجة اللي انا عايزاها. لو تلاحظوا يا جماعة من الجناب اهو ابتدت تبقى سودة. انا مش عايزاها خلاص كده كفاية، هو يا دوب الدرجة البني بس اهو. كده البصلة اللي عندنا اتحرقت، مش هنسيبها بقى لما تبقى فحمة، لا هي كده تمام قوي قوي قوي، مش اكتر من كده. مجهزة انا بقى عندي مية سخنة، سواء في البراد او في كنكة او حتى في الكتل. المهم المية تبقى سخنة مغلية عشان تنزل تسوي البصل على طول وتسرع من العملية. بصوا كمان المية سخنة نزلت على طول، ابتدت في الغليان، مستنتش. لو المية ساقعة هتلاقي نفسك بتستني علشان المية لسه على ما تسخن، وبتاخد وقت وحوارات وكده. طب وليه يعني؟ مش مستاهلة. حالا بقى انا حطيت نص معلقة ملح ونص معلقة فلفل اسود ومكعب مرق فقط لا غير. هي دي التوابل، ايوه هي دي التوابل، ما بتحطش اي حاجة تانية، ولا كزبرة ولا قرفة ولا حبهان ولا كل اللي الناس بتحطه ده. مفيش كل الكلام ده خالص، هي التوابل دي بس اللي انا حطيتها. بعد كده استنيت لما مية البصل غليت زي ما انتوا شايفين اهو. بصوا المية البصل اللي غليت دي وعملت لون بني دي، هي دي اللي هتلون الرز وهتخليه طعمه حلو جدا، لان كده المية غليت بالبصل بالكراميل اللي جواه. هننزل بقى الرز عندنا اللي مغسول، كنت راكناه على جنب. نزل كل كمية الرز زي ما انتوا شايفين، مش هزود مية، هي المية اللي عليه كفاية يا دوب. يعني سبحان الله، هي كده ايه مظبوطة قوي. كوبايتين الرز بنحط عليهم حوالي كوبايتين ونص مية مغلية، ولو احتاجنا شوية مية كمان بنزود. لحد كده استوى. بصوا بقى الرز عندي هنا بعد ما استوى، بصوا مفلفل جدا، بسم الله ما شاء الله، كل حباية منفصلة كده لوحدها، مش ملزق في بعضه ولا معجن ولا اي حاجة. وعايزة اقول لكم كمان طعمه تحفة ويجنن. كل اللي عملناه ان انا سبته على النار العالية لمدة 5 دقايق لحد بس ما تشرب، وبعد كده حطيته على نار هادية يا دوب لحد ما استوى. يعني 10 دقايق على نار هادية، 5 دقايق على نار عالية، ويبقى كده الرز عندك استوى وتشرب وبقى طعمه تحفة وسهل جدا وسريع، ما بياخدش منك اي وقت ولا مجهود ولا حتى